مساكم الله بالخير. اليوم سنتكلم عن قضية الجزاوي بين الحقيقة والتدليس. هذه الأزمة هي أزمة غوغائية. بعض الإعلاميين المصريين الذين مارسوا غوغائية هم مارسوها مع الطبيبين، مارسوها مع المدرس، مارسوها من عام 1980. يبدو أن صبر السعوديين نفذ على هذا النوع من الإعلام. خلونا نشوف نموذج من الإعلام المصري الذي خلال الأسبوع الماضي جرح في السعودية والسعوديين. لكن الخبر الحقيقة ما يتقريش. كل الأخبار سيئة أو تندرج في بند المصايب أو تندرج في بند البواخة والرزالة والغلاسة. قضية قانونية، لماذا لم يتم الإعلان بشكل قانوني واضح عن ملابساتها؟ لماذا في البداية قيل إنه القضية تتعلق بالعيب في الذات الملكية، ثم لما حدثت ضجة كان لابد من اختلاق قضية من هذا النوع؟ أصدرت قرار بحبسه سنة و20 جلدة عقوبة على سب الذات الملكية. ما ينفعش استغلال أداء العمرة أو أداء الحج بما يشبه المصيدة. يعني مش مقبول ابدا ان مواطن مصري يحصل فيه كده. من هو هذا الشاب؟ محامي احمد الجيزاوي مصري يتعرض لاعتقال في المملكه السعوديه وهو يؤدي العمره. لابد ان تكون الاراضي المقدسه لا يتم استغلالها كمصيده. قول ما تخافش مصر ما يجيلكش، قول ما تخافش مصر ما يجيلكش، قول ما تخافش مصر ما يجيلكش، قول ما تخافش مصر ما يجيلكش. القبض على احمد بهذه الطريقه فيها اهانه لكل المصريين. مجرد انتقاد عادي جدا. المسألة مسألة كرامة مواطن مصري. وبتفتيش أمتعته وجدنا معه عشرات الآلاف من أقراص الترامادول. باينه زي الشمس ان القضيه ملفقه، مش عايزه كلام. واحد يقول لك 180,000 قرص وفي حد يقول لك 130,000 قرص. كوني اتشكك في روايه انه في مشكله جنائيه. صمتت السلطات السعوديه طيله الايام الماضيه وتحدثت اليوم. كان كسوه الكعبه احنا اللي كنا بنوديها لكم. بنقول النظام السعودي انه اللي كان بيحميكوا سقط. المصريين لن يسكتوا ابدا على انتهاك حقوق اي انسان مصري لاي سبب متعلق بالحريه الشخصيه والحق في التعبير. انما تيجي عند كرامتنا بقى والحكومه تعمل اللي عملته ده الحقيقه اسوأ خبر انا ناقشته على التلفزيون او في حياتي الصحفيه كلها من يوم ما اشتغلت من سنه 78. أحمد الجيزاوي كان رايح عمرة، وأنا أظن إن دي حاجة تديله الكثير من الحصانة، لأنه اللي رايح في ضيافة بيت ربنا ورايح بفيزة عمرة يجب أن يكون في حماية هذا البيت، ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة عن اللي تم التعامل به. هذا يقول الطرف المدافع عن المسألة مسألة كرامة مواطن مصري. عندنا مثل في المملكة يقول راس البقشة. هذا الفرقنا إذا بغى يبيع ملابس على الناس يحط على الحريم في البيوت يحط أحسن قطعة قماش فوق. هذول اللي شفتوهم حقين اللي الفضائيات المصرية هذول راس البقشة. معظمهم بعضهم يشتغل في وسائل إعلام سعودية وبعضهم يشتغل في وسائل إعلام سعودية. تدرون ليش يسوون كذا؟ يسوون كذا لأن هذول الناس فاقدين المصداقية عند الشعب المصري قبل الثورة. هم يريدون أن يعبرون إلى الشعب المصري على سمعة المملكة وكرامة المملكة. هذول محمود سعد وعمر أديب وإيمان عز الدين ومنى الشاذلي وإيمان ولميس الحديدي. لميس الحديدي زوجة عمرو أديب. عمرو أديب يوم رمضان جلس يقول كلام غير طبيعي في التلفزيون أيام مشكلة المعتمرين. كلهم يبيعون كلاما. شوف في الإعلام عادة الإنسان الإعلامي يقود الشارع، هذول يقودهم الرعاع اللي في الشارع. هؤلاء يقولون كلام أحيانا غير منطقي يعني أو يختلقون حقيقة من نفسهم. فيه واحد مصري سألوه، واحد من الكتاب المصري يقولونها على أساس أنه يبي يدعي المعرفة. قالوا له في شيء نضبطه يضبط الوقت ويبدأ اسمه بحرف السين. إيش اسمه؟ قال منبه. قال يا ابني أقول لك بحرف السين. قال سنبه. ومما يؤسف له أن هؤلاء الذين أساءوا إليكم أول من مددتم أنتم يدكم إليهم
وفتحتم لهم المجال في بعض القنوات. انا معك 100%. اسمح لي انا ارفع لك عقابي. كيف انا لم اقاطع. انا لم اقاطع. خليه يكمل. خليه يكمل. وسائل الاعلام السعوديه هي اللي توظف هذول الغجر. انا لم اقاطع. شو الكلام ده؟ انا لم اقاطع. عمرو اديب يشتغل في الاعلام السعودي. ها؟ صحيح. وايضا ما رايك في وسائل الاعلام السعوديه التي تشغل مثل هؤلاء؟ المصريين طلعوا في الثوره القائمه السوداء. احنا ورا ما نطلع قائمه سوداء. انه يعني هؤلاء الاعلاميين المصريين الذين يسيئون لمصر ويشتمون في السعوديه وبعضهم يشتغل باموال السعوديين، يعني اول شيء انا اتمنى انه يكون هناك قائمه سوداء. انا اقول من هذا المنبر هناك تلفزيون MBC، اوربت، روتانا، جريده الشرق الاوسط، جريده الحياه. حطوا قائمه سوداء علشان تعرفون هذول اللي قاعدين تشغلون بهم كذا، تراهم هم اللي هذول هم اللي يشتمون. طلع اللي طلعوا من عندكم تراهم هم اللي يشتغلون ويكتبون في صحفكم ويزينون الامور وكل شيء وانتم تدلعون فيهم. ملينا منهم. وصلت مصر فيها رجاء اعلاميين شرفاء يا شيخ يسوون ذولا 2000 مره، لازم هذولا. وصلت الى رسم نجمة داوود على باب ما في هالبلد الا هالولد. خلاص ترانا ملينا منهم. بمان الله. هي المشكلة في المنطق الاستعلائي، وانه هو طبعا هو لا يستهدفني شخصيا حتى اغضب يعني، لكن اغضب لزملاء مهنة واغضب لهجوم شديد على الاعلاميين. هو يستهدف تحديدا حتى الاعلاميين اللي بيشتغلوا في قنوات سعودية او اللي اشتغلوا في قنوات سعودية، زي الزميل عمرو اديب والزميلة منى الشاذلي قبل كده والزميل الاستاذ محمود سعد. بس كمان انا عاوز اقول لك انه القنوات السعودية هؤلاء ساهموا في انجاح هذه القنوات. انت ما بتشغلهمش عندك، يعني ما بيشتغلوش عندك، يعني دول اعلاميين انت تحتاج لكفاءتهم وتحتاج لقدراتهم. لكن لما يبقى هذا المنطق الاستعلائي اللي هو احد المشاكل الاساسيه بين مصر والسعوديه، لما نتكلم بوضوح بلاش المنطق الاستعلائي، بلاش انك تحسس الناس انك بتشتريهم بفلوسك، وتشوف المشاكل الحقيقيه اللي انا بقول لك منها. واحد، في إحساس عند عدد كبير من المصريين أنه المصريين في الخليج يعاملون بإهانة شديدة، وانت قاعد كل شوية تقول لي مصر هي الدولة الأم. إزاي الدولة الأم وأنت لا تعامل العمالة المصرية كأم؟ يعني أعتقد أن الأم لا تستحق منك هذه المعاملة. كلام سياسي اجتماعي اقتصادي يستحق ان احنا نناقشه ونشوف نظام الكفيل ده نظام عبودية ولا لا، ونشوف انه هل المصري وخصوصية العلاقة بين المصريين والسعوديين ألا تستحق ان احنا يعني العمالة المصرية، ما بقولكش ميزها يا اخي، لكن تستحق معاملة افضل. دي مشكلة تانية، المنهج الاستعلائي. ليه كل شوية عاوز تحسسني انك بتشترينا بفلوسك؟ ليه هذا المنهج الاستعلائي اللي حتى لما حاول الأستاذ داوود الشريان انه يتحدث عن المشكلة بين مصر والسعودية، شوف ركز في ايه؟ الإعلاميين اللي بياكلوا عيش من عندنا، الإعلاميين اللي بنشغلهم في مؤسساتنا. يعني عاوز يقول انه الإعلاميين اللي بيشتغلوا في مؤسسات سعودية وكأنهم يتسولون من السعودية. لا يا أخي، دول وانا ما بشتغلش في قناة سعودية، لكن بقول لك بالنسبة لزملائي كفاءات وطاقات اللي اشتغل من قبل واللي بيشتغل دلوقتي يحتاج اليهم الاعلام ذو الرأس مال السعودي، ويحتاج اليهم الاعلام في كل مكان. نبطل هذا المنهج الاستعلائي. ثالثا، في مشاكل، في مشكلة سياسية، في احساس عند المصريين بعد الثورة ان السعودية لا تريد نجاح الثورة وأنها تتعاطف مع النظام السابق، وهذا التعاطف يبدو واضحا في الكثير من المجالات. كلام سياسي يؤخذ ويرد عليه، إنما تستخدم فيه محاولة إشعال حرب أهلية. يعني احنا في الإعلام نستخدم كلاما سياسيا نرد عليه بشكل سياسي وقول لا، السعودية لا تريد إجهاض الثورة المصرية ومش خايفة من انتقال الثورات إليها فتحاول إجهاض الثورة في مصر. كل خوفني في اللي حصل امبارح انهم سربوا للاستاذ داوود الشريان تقرير يظهر فيه المعتمرين المصريين على انهم همج وانهم بيحطموا المطار.
لما تقعد المعتمرين المصريين لمدة 3 أيام و4 أيام في عذاب، ولما تاخدهم وتضحك عليهم عشان تنقلهم من المطار وتاخدهم في الصحراء وتعذبهم هذا العذاب، يعني انت تتوقع ايه؟ جايب لي مشهدين عن واحد بيكسر زجاج حتى تظهر المصريين كهمج. يعني هو ده اللي مخوفني، ان السلطات السعودية تكون شاركت في هذه الفضيحة التي حدثت بالأمس في الMBC. تعالوا نشوف حتى يعني طلعوا المعتمرين المصريين ازاي على انهم همج وفوضويون. هذا المشهد اللي حنا فيه اليوم تكرر في رمضان الماضي. خليك معي، خلونا نشوف يا شباب ماذا جرى في مطار جدة رمضان الماضي. هذه صورة لأول مرة تطلع على فكرة. حاضر هذا المشهد المؤذي يعني التعدي على مطار الملك عبد العزيز في جدة. فيك توصل؟ أتمنى أن تتنصل السلطات السعودية مما حدث بالأمس وما يكونش المشاهد البسيطة، لأن أنا ممكن أطلع لك مشاهد تانية تعرض فيها المعتمرين المصريون لعذاب شديد وشتائم، وبعض الناس قالوا لهم أنتوا عملتوا كده من السلطات في السعودية، عملتوا كده في رئيسكم، يبقى أنتوا تستحقوا هذه المعاملة. يعني مش عاوزين نعيد إنتاج الأزمة بين مصر والجزائر من جديد، وهنتعامل مع القضية بشكل سياسي بشكل مهني، ولن نسقط أبدا في فخ ما يمكن أن نسميه صراع الديكة اللي هيؤدي في النهاية إلى حرب أهلية تؤثر على العلاقات بين الشعبين.